اعتدى عليها في صباح رمضان، وكمان في حمامات المسجد، وكمان طفلة عمرها 8 سنين. والمصيبة هنا اعترافات وتبرير الجاني. اليوم راح اتكلم عن ابشع قضية حصلت في مصر حرفيا قبل امس. اليوم راح اتكلم عن قضية السوق العاشر، قضية الرأي العام اللي حصلت قبل كم يوم. القصة وما فيها انه في ام مسكينة مطلقة، حرفيا زوجها تاركها وتارك بنتها الصغيرة اللي اسمها روناء وعمرها 8 سنين، ساحب عليهم ولا يصرف عليهم ولا اي حاجة. وعشان هذه الامرأة محتاجة وفي فقر، فهي تشتغل في السوق تبيع خضرة، ولانه ما في احد مع هذه الطفلة اللي عمرها 8 سنين، فتاخذها معاها تجي جنبها في السوق الين هي تخلص شغل كل يوم، عشان تقدر توفر لهذه البنت معيشة كويسة، وعشان تقدر توفر لها حياة كويسة. وبالرغم من انه هذه الانسانة ما اشتكت لاي احد ولا طلبت من اي احد شيء، وجالسه تشتغل بعرق جبينها، ولا سوت لاي احد اي مشكله، فحتى بنتها ما سلمت. وبصباح رمضان يعني ما في امان. القصه بما فيها انه الطفله طلبت من امها انها تروح الحمام، حمامات المسجد القريبه من السوق. حمامات المسجد والمنطقه اللي جالسه فيها الام حرفيا مسافه تشوفوها بالنظر، يعني اخر الطريق هناك. فالبنت كانت تبى تروح الحمام وجلست تبكي تقول ابى اروح الحمام، امي ابى اروح الحمام. والام ما تقدر تسيب الخضر اللي فرشتها في الارض وجالسه تبيعها وتروح تودي بنتها الحمام، خوفا وخشيه انه الاغراض تنسرق. فاشرت لها وقالت لها روح الحمام هناك في الطريق الثاني، الباب الثاني، يعني باب النساء، حمام النساء، انه في حمام النساء وحمام الرجال في خارج المسجد. مع الأسف الأم انشغلت لمدة قصيرة فقط، جالسة تبيع للزباين الخضار. والبنت لما وصلت الحمامات، حمام الرجال وحمام النساء، فكان مركز معاها ذئب بشري اسمه خيري. خيري هذا لما شافها تقرب من الحمامات مسك يدها وقال لها أنا بوديك الحمام. وهي طفلة عمرها 8 سنين ما تفهم ولا حست بأي نوع من أنواع الخطر، لسه البراءة بداخلها. أخذ يدها ووداها حمام الرجال، وهناك اعتدى على هذه الطفلة بأبشع طريقة، وهددها انه يقتلها لو طلعت اي صوت. وبوحشية وفي صباح رمضان، لا دينه ردعه ولا الأخلاق ردعته ولا الإنسانية لطفلة عمرها 8 سنين هزت شعره منه. ولما خلص جاب يهرب، لكن البنت ما قدرت من قوة النزيف اللي كان فيها، من قوة هول الموقف، البنت انهارت من الصراخ. ولحسن الحظ كان في امرأتين في الحمام المقابل، صوتها ينسمع من الحمام حق النساء المقابل لحمام الرجال. ودخلوا حمامات الرجال وشافوا الطفلة، اللي الطفلة مليانة دم، كل ملابسها عبارة عن دم، وتبكي ومنهارة وتصرخ. وقالت لهم هذاك الشخص سوى فيني كذا كذا كذا. وقبل ما يهرب خيري هذا الذئب البشري، مسكوه كل اللي في السوق وقاموا عليه ضرب وضرب وضرب لحد ما كان بيقرب من الموت. والأم من هول الموقف ما لحقت تفكر مين الجاني أو إيش جالس يصير، على طول أخذت بنتها وراحت رحقت على المستشفى، لأنه بنتها كانت في حالة جدا صعبة. وزي ما انتم راح تشوفون الآن في الفيديو، المجرم خيري منسدح في الأرض ومنهار من قوة الضرب، وأمه جالسة فوقه لحقت عليه وماسكته زي كذا من صدره وتقول لهم خلاص مو انتوا ضربتوه وهو يستاهل الموت ويستاهل أسوأ من كذا، لكن خلاص سيبوه، ما ابغاه يموت بذي الطريقة، ما ابغاه يموت قدامي زي كذا مضروب. وهنا فعلا تم أخذ خيري للشرطة، والاعترافات كانت صادمة، كانت فعلا صادمة، والتبريرات ولا أغرب. ومحامية شهيرة في مصر طلعت وقالت والاعترافات كالآتي. يقول انه في صباح رمضان قبل ما اروح الشغل تضاربت مع زوجتي، هو متزوج وعنده 4 عيال، واكبر بنت له متزوجة وعندها عيال، يعني يعتبر جد وعنده احفاد. ويقول في الاعترافات انه هو طلب من زوجته حقه الشرعي، حقه الزوجي، في صباح رمضان. فجات قالت له انا ما اقدر دحين، نحن في صباح رمضان، حرام عليك، استنى بعد الفطور. صار بينهم نقاش حاد وخرج من البيت وهو زعلان وراح يشتغل في السوق. ويقول انه انا كنت في حالة مو طبيعية، ما قدرت امسك نفسي، وانا كنت مركز مع هذه البنت الين راحت الحمام ورحت لحقتها، وكان معاه سكينة في اعترافاته وهددها انه راح يقتلها، وهناك اعتدى عليها في حمامات المسجد. والصدمة هنا وين؟ انه يقول انه زوجتي هي اللي المفروض تسجن معايا، وهي اللي المفروض تتعاقب معايا عشان زوجتي ما اعطتني حق الشرعي حقي في صباح رمضان. يعني تبريرات لا منطقية. زوجتك ايش ذنبها؟ زوجتك ما هي طايقتك اصلا، واضح ايش ذنبها. واللي اكثر من كذا ايش ذنب الطفلة الصغيرة هذه المسكينة اللي دقيقتين بس راحت تبى تروح الحمام، غابت عن نظر امها لمدة قصيرة،
بالنهاية اغتصبت وبأبشع طريقة تحت تهديد السكين. والصدمة هنا انه عين محامي، والمحامي هذا راح جاب اوراق تثبت انه هذا الانسان عنده حالة نفسية او عنده مرض عقلي. يعني شخص عمره 35 سنة، عنده 4 اطفال وزوجة واكبر بنت صارف عليها ومزوجها وعندها عيال، يعني جد هذه المدة كلها، ويبيع في السوق كمان، يكاسر في السوق ويبيع ويسوي ويفعل. انتوا تدروا كيف الاسواق الشعبية كيف التكاسر يبغالها مخ. يعني تقنعوني انه ذحين هو صار عنده مرض عقلي؟ وكيف اصلا عياله استحملوه؟ لما عياله راحوا ودوه مستشفى نفسية. انا اللي عارف الشخص اللي عنده مرض عقلي يكون في مستشفى المجانين فترة، يخرج وراه سوابق، لكن خصوصا لما جات هذه الجريمة وجا سوى هذا الفعل، دحين صار انه هو عنده مرض عقلي رغم انه هو مخلف 4 ومربيهم ومكبرهم. هي الفعلة فعلة انسان مجرم ذئب بشري متخلف، لكن هذا الشيء مو معناته انه هو مو بوعيه. حقيقة الاعترافات صادمة وجدا مقززة، شيء حرفيا ما ينسكت عنه. هذا الشيء ابدا مو منطقي، لكن انا متأكد انه المحكمة في مصر راح تتصرف وراح تبان الحقيقة، راح تبان انه هو انسان وقتها كان واعي، وهذا الشيء كان واضح انه اثناء تخطيط مسبق في خلال اليوم، لانه هو اعترف انه كان مركز عليها الين ما راحت الحمام ولحقها. يعني هو كان مخطط انه يسوي فعلته من زمان. انا ماني زعلان الا على الطفلة المسكينة هذه، مستقبلها تدمر، وحاليا هي في وضع جدا خطير. راحت المستشفى 2 مرتين بسبب نزيف، خرجت منه المرة الأولى ودخلت مرة ثانية. جزء من طفولتها وبراءتها راحت. ما راح تثق في الناس نفس أول، وما راح تشوف الحياة وردية نفس أي طفلة ونفس أي طفل. ادعوا لها إنها تخرج بالصحة والسلامة، وادعوا لها إنها تتعافى، وادعوا لها إنها تتعالج نفسيا قبل جسديا. وهنا خلصنا قضية اليوم في قناة ريلو نوفا. لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس لقضايا جديدة.